السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تعالى نعمل مع بعض النهارده طبق كبدة تحفة وطبق بطاطس كده جميل جدا بتحبيشة كده حلوة. العيش عادي، مش شرط تجيبي يعني ممكن عيش معين ولا حاجة، لا العيش بتاعنا بتاع الفرن العادي. واعملي شوية كبدة كده مع شوية بطاطس. بص تحفة، لونها كمان تحفة، يفتح النفس وطعمها وريحتها فظيعة. بجد جربوا الطريقة دي اللي هنعملها بيها ان شاء الله، هتعجبكم قوي قوي وهتعتمدوها بإذن الله. جنبها طبق بطاطس محمرة او جنبها طبق بابا غنوج. ايا كان ايه المتوفر عندك حطيه جنبها وهتاكلي. لو عملت شوية مكرونة وعليهم الكبدة برضو هتاكلي. تعالوا نسموا الله ولايك وشير وسبسكرايب للقناة ويلا بينا نشوف مع بعض. حطيت كده الطاسة على النار، ومعلقة كده صغيرة من التوم المفروم اللي احنا كنا عاملينه معاكم السنة اللي فاتت. وان شاء الله نعمل التوم برضو معانا السنة دي بنفس الطريقة، مش هغيرها. طريقة حلوة جدا جدا، الحمد لله معتمداها بقالي كام سنة. إيه، ريحة التوم جميلة جدا في الأكل، لونه ما بيغيرش وما بيصفرش، اللي هو بيبقى أصفر غامق دوت لأ خالص. يبقى معاكي فاتح وجميل كده زي ما انت شايفاه، أكنك لسه يعني فرماه أو دقاه في الهون وحطاه. دوبت كده، عملت كده معلقة التوم شوية زيت، وحطيت كده الكبدة وعليهم معلقة من الخل. تمام، وهنوزع كده الكبدة على التومة بس كده ايه، بحيث ان هي يعني ايه تتشرب كلها من بعض. وهسيبها بقى ايه، كل ما هتاخد طبقة كده سوا من تحت هقلبها عشان ما تتهريش معانا. حطيت هنا برضو الطاسة على النار كده في على عيني اللي جوه، وهحط فيها شوية من الزيت. تمام، وولعت عليها على نار هادية، مش معلية النار يعني ان الزيت بس يقدح. كنت مقطعة بقى البطاطس صوابع كده. إيه، انا بصراحة ما كنتش هصوره بس قلت يعني ايه, طريقتها حلوة وان شاء الله تعجبكم وتعتمدوها الكبدة. فتجربوها بإذن الله، طالما عجبتني فحبيت انزل لكم الوصفة. فقلبتها زي كده زي ما انتم شايفين كده، ومش بتتهري يا جماعة طالما خدت طبقة من تحت خلاص. إيه، هنقلبها كده زي ما انتم شايفين اهيت. غدوة سريعة ولذيذة، وممكن تبقى عشاء كمان. إيه لو مثلا مش حابة تتعشي جبن او كده. معلقة كده ايه صغيرة من الملح، وبرضو إيه معلقة صغيرة كده من الفلفل الاسود. إيه مش كتير يعني، على قد مثلا الكمية اللي انت عاملاها. وهديها تقليبة كده، وعاوزة اقول لكم الريحة فظيعة بجد. الطشة بتاعت التومة دي مع الخل بتخليها في حتة تانية خالص. وهنا بقى ايه شوية فلفل حلوين كده بقى، حامي او بارد حسب ما انت حابة. وانزلي عليها قبل ما تخش على السوا، يعني هي تلتين سوا كده. ينزلوا بالفلفل بتاعنا ياخد معانا تشويحة شوية، وبعد كده هنطفي عليها عشان خاطر الفلفل كده يتشرب من الكبدة والكبدة تشرب منه ويبقى تحفة. هنا بقى البطاطس كنت مقشراها ومقطعاها صوابع زي ما انتم شايفين، فحطيتها كده في الطاسة وقلت نحمرها كده جنبنا. بصوا الكبدة فظيعة. عايزة اقرب لكم بس كده الكبدة كده وتشوفوا كده شكلها عامل ازاي، بجد كده يفتح النفس. بصوا لونها فظيع. هسيبها حوالي دقيقة ونص كده كمان على النار ولا حاجة، وبعد كده هطفي عليها، مش هطول لان الكبدة مش من الصح ان هي تنشف على النار، يعني ان هي تبقى طرية شوية. بصوا فظيعة بجد وريحتها حلوة قوي، جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. الفيديو بتاعنا خفيف ولذيذ، وان شاء الله يعجبكم كده. واحنا يا دوبك بس عملنا الكبدة والبطاطس زي ما شفتوا في اول الفيديو كده التقديم. و... وانا وهو يعني خلاص البطاطس برضو هيت هتتحمر كده، وهطلعها نحطها كده ايه في الطبق برضو تقديم كده وخلاص على كده. هو انت عايزه تزودي طبق سلطه مثلا او طبق بابا غنوج زي ما قلت لك يبقى تمام حلو قوي. واستنوني فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب الطريقه تعجبكم وتعتمدوها. مع السلامه.